طلبنا من حضراتكم على صفحة الفيس تحكوا لنا ذكرياتكم وفرحتكم بانتصار أكتوبر، الجيل الجميل اللي عاصر الذكريات الحلوة دي، وده احتفالا مننا بيوم نصر عظيم زي 6 أكتوبر اللي رجع الأرض. وقلنا إن هيكون في مفاجأة مننا، والمفاجأة بقى إن إحنا هننشر تعليقات حضراتكم زي ما هي، وده لأنها كلها تعليقات مليانة فرحة وحب لبلدنا. الأستاذ رمضان: كنت مجند في قاعدة الأقصر الجوية، وفي تمام الساعة 2 ظهرا ظهرت طائرات التي يو 16 فوق وش الجبال في سيناء. عرفنا ان الحرب قامت، وكنا في حالة معنوية مرتفعة وفي كامل الاستعداد العسكري. والأستاذ عصام بيحكي بعد انتهاء الحرب وبيقول: كانت قوات الجيش راجعة لسكناتهم ووصلوا لمحطة مصر في اسكندرية. كنت وقتها في الإعدادية 15 سنة، وخرج طلاب المدارس بجميع المراحل لاستقبال الأبطال بالمحطة، هيركبوا سيارات النصر الكبيرة للعودة لكتائبهم بالعمرية اللي بتبعد حوالي 40 كيلو عن اسكندرية. وكنا نرتدي ملابس الكشافة، وركب الجنود السيارات، وتعلقنا بالسيارات من الفرحة رغم صغر سننا. وصارت السيارات وخرجت خارج اسكندرية، ونحن سعداء جدا نردد نفس نشيد المدرسة: أحسن جيوش في الأمم جيوشنا، وقت الشدائد تعالى شوفنا. السيارات بتصل لحاجز الشرطة العسكرية ليشكرونا ويطلبوا مننا النزول علشان السيارات هتصل للمعسكرات الخاصة بيهم. وهنا بدأت الصدمة، إننا هنرجع في عمق الصحراء على الأقدام سيرا. على مدى السيارات حتى لا نتوه في الصحراء، وصلنا بالفعل إلى طريق الأسفلت حيث الصدمة الكبرى. مفيش ساغ في جبنا، وشاورنا للسيارات اللي نازلة لإسكندرية حتى عدنا فردين فردين، وكنا أكتر من 50 طالب. كانت ذكرى لا تنسى بفرحتنا بالنصر، واحنا مش عارفين رايحين فين وهنعمل ايه وهنرجع ازاي، ولا نملك مليم. كل عام وأنتم بخير. شكرا أستاذ عصام. أستاذ زيكو: طبعا 6 أكتوبر كان يوم 10 رمضان، وده تاريخ غزوة بدر. الناس كانت صيام، وكنا في حالة ترقب للموقف لأننا اتخدعنا في 1967 من البيانات العسكرية أيامها، وكان في حالة تخوف. لكن سكوت محطات إذاعية بعينها عن الأخبار زي البي بي سي والمونت كارلو، وبدأ التلفزيون في إذاعة البيانات تباعا. وفي المساء بدأت صور المعارك والجبهة تظهر على التلفزيون، وخصوصا صور الكباري وعبور المعدات والدبابات. خدنا الثقة الكاملة في بياناتنا العسكرية، وأصبحت هي المرجع الفعلي لينا في متابعة الأخبار، خاصة وإن التلفزيون كان بيذيع يوميا صور ولقطات وفيديوهات من الجبهة. وطبعا الواحد كان بيمشي في الشارع وهو كله فخر وزهو كأنه هو صاحب النصر. أستاذة فاطمة: كنت طفلة في ابتدائي، مش هتقدر شعورنا والمذيع وهو بيقول: لقد اقتحمت قواتنا خط بارليف. مامة حمزة بتقول: خالها الله يرحمه كان بيحكي لها انهم لما سفروا كان بيحلق دقنه في الكتيبة، فخرج بنص دقن وفضل كده طول فترة الحرب رحمة الله عليه. أستاذة مريم كانت في المدرسة في سنة أولى إعدادي، واحنا وفي نشرة الساعة 2:30 اتذاع الخبر بتاع العبور. وقتها عرفنا ان الحرب قامت، وصوت الطيارات كان عالي جدا كأنه فوق البيوت، وما كانش فيه تلفزيون، كل بيان في الراديو. وعبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة. مش فاكرة مين صاحبة الأغنية، نسيت. والمدارس قفلت بقى، وعدونا السنة دي للسنة اللي جاية ناجحين، وكنا نجيب الجرايد نقراها. كانت بصار. ويوم الرئيس السادات لما راح للكنيست كان الصوت في الشوارع كلها والناس فاتحة الراديوهات، كان كله مهتم. أستاذة هدى بتقول: كان أول بيان اتذاع في الراديو إن العدو اعتدى على قواتنا والقوات ترد الاعتداء، ثم توالت البيانات العسكرية إن جيشنا يحارب على طول القناة. على المساء بدأت صور العبور وصور الجنود في خط بارليف، وامتدت الكباري بطريقة سريعة جدا، وبدأت المعدات العسكرية والجنود في العبور كأنه حلم. كنت سعيد جدا بالتعليقات دي، وسعدت أكتر لما قريتها لحضراتكم. بجد عشت الفرحة وقتها، يمكن ما عشتش الأيام دي، لكن تعليقات حضراتكم عيشتني كأني كنت موجود وقتها. اسمحوا لي أطلب من حضراتكم تقولولي في التعليقات وتحكوا لي عن شعوركم، واللحظة دي كانت فارقة مع حضراتكم إزاي، علشان نشارك كلنا فرحتها. لو حابين تتابعوا معانا كل جديد، يا ريت تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يجيلكم إشعار بكل جديد. وما تنسوش لايك للحلقة وشير كتير علشان كلنا نفرح مع بعض. أنا أخوكم مراد محمود، وشكرا ليكم.